مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ انا جاي النهارده اجاوب على سؤال مهم جدا، ناس كتير جدا بتساله لي عليه. ايه هو سبب سواد الفضه؟ في الفيديو ده انا هجاوب الاجابه الحقيقيه، وركزوا معايا في الفيديو ده كويس قوي. اعملوا سبسكرايب ويلا بينا نشوف. اول حاجه، سواد الفضه ده بيجي عن طريق ايه؟ سواد الفضه ده بيجي عن طريق تفاعل الفضه مع الكبريت. تفاعل الفضه مع الكبريت. طيب، هو ايه الكبريت ده؟ والكبريت ده فعلا بيجي مباشر كده على الفضه؟ لا طبعا، الكبريت ده بيبقى موجود في الجو. الكبريت بيبقى موجود في الجو، تمام. بيتفاعل مع غازات تانية زيه، زي غاز الهيدروجين مثلا، فبيكون كبريتيد الهيدروجين. كبريتيد الهيدروجين، تمام. وبعدها لما بيلاقي اي حاجه فضه موجوده بيكون طبقه عليها تسمى كبريتيد الفضه. لما بتتحط على الفضه بتبقى كبريتيد الفضه. كانت كبريتيد الهيدروجين لما اتحط على اي حاجه فضه بقت اسمها كبريتيد الفضه. هي دي الطبقه السوداء اللي اتحطت على الفضه، تمام. يبقى هو ده السبب الرئيسي لسواد الفضه، الكبريت، تمام. طيب ماشي، هل هو ده بس يا علي الحاجه اللي ممكن تسبب سواد في الفضه؟ هقول لك، الكبريت لكن الكبريت ده بيبقى موجود في حاجات تانية غير كبريتيد الهيدروجين اللي انا قلت عليه. يبقى موجود في ايه مثلا؟ في مثلا زي العرق، البرفانات، الحاجات دي تبقى فيها منها مركبات كبريت. مركبات الكبريت فدي بتسبب برضو سواد للفضه، تمام. فعشان كده نبعد عن مثلا ما نعرقش حاجه كتير، او ما نحطش برفانات، ما نقربش برفانات قوي عليها، تمام، علشان بيبقى فيها مركبات كبريت، تمام. طيب، ايه تاني غير كده يا علي؟ في حاجه زي دخان السجاير ورطوبه الجو. الجو مش كويس، بيبقى فيه برضو احماض كبريت. ودخان السجاير بيبقى فيه مركبات كبريتيه برضو موجوده فيها، فلذلك بيسبب سواد. فحاول برضو ما نقربش قوي دخان السجاير عليه، ما نقربوش برضو في جو فيه رطوبه وحاجات زي دي، تمام. طيب، في حاجه تانية يا علي، في اخر حاجه، حاجه التالتة، ايه هي؟ في اكل معين بيسبب سواد الفضه. في اكل ايه هو؟ زي ايه؟ زي البيض، زي البصل. الاكلتين دول بيحتووا على مركبات كبريتيه، فلذلك بيسببوا برضو سواد للفضه. يبقى زي ما قلت لكم الثلاث حاجات اللي بيأثروا برضو وفيهم كبريت، نسبة من مركبات كبريتية، ايه هما؟ الاكل زي البيض والبصل، والدخان السجاير، والعرق برضو، والبرفانات والرطوبة. هي الحاجات دي، تمام. انا كده قلت معظم الحاجات اللي فيها غاز الكبريت. طب ايه هي بقى يا علي الحل؟ نعمل ايه يا علي عشان نبعد عن الكلام ده كله؟ اقول لكم، هي حاجة بسيطة خالص. اول حاجة ان احنا نحاول ننضفه اول باول. مش ننضفه بمعنى التنظيف، نجيب عليه ميه عادي خالص، هاتوا على الفضه ميه عشان لو في اي رطوبه اي حاجه عادي، مفيش مشكله. لو الميه جت عليها ميه البحر مفيده جدا ليها، ناخد شاور بيه من غير شامبو بس يعني، ناخد شاور عادي خالص، فكويس جدا. الميه كويسه جدا، وانا عملت قبل كده تجربه عملي، تست فضه في ميه وكانت زي الفل، كانت حلوه جدا، ولا اسودت ولا اي حاجه. دي حاجة أولانية. الحاجة التانية، لما بنيجي نقلع الحاجة نحطها في كيس شفاف. كيس شفاف إيه هو ده؟ الكيس الشفاف زي كده، بالكيس دي، كيس شفافة تبقى زي كده بالظبط. هي دي الكيس الشفافة. الكيس الشفافة دي بتمنع أي حاجة تخش جوه. بنعمل إيه؟ بنجيب مثلا أنسيال فضة زي ده كده عادي خالص، بنفتح الكيس أهو. لما بنيجي نقلعه أدي هنحطه في الكيس الشفاف وبنقفله خالص كده، بيتقفل خالص، ما بيبقاش فيه اي هواء جوه، ما يبقاش مخروم. اهم حاجه ما يبقاش مخروم الكيس دي، تمام. الكيس الشفاف ده بيحافظ جدا جدا يا جماعه على الفضه. الكيس الشفاف لو حد محتاجه مني او اي حاجه، انا ممكن اقول له اماكن، او ممكن انا احاول اوفره له للكيس الشفافه دي، عشان دي بتحافظ فعلا على الفضه، تمام. ما بتخليهاش تاكسد، تسود خالص، تتفاعل مع اي مركبات، مع كبريت، ما تسودش ابدا، عامه تحافظ عليها جدا. فدي الحاجتين الاساسيين اللي احنا لو مشينا عليهم الفضه مش هتسود اصلا نهائي.
اول حاجه ان احنا ممكن نجيب عليهم ميه عادي خالص، ننزل بيهم بحر حلو، ميه البحر حلوه جدا. تاني حاجه ان احنا نحافظ عليهم، نحطهم في اكياس شفافه زي ما قلت لكم الاكياس دي. تمام. وبكده اكون قلت لكم ايه هو سبب سواد الفضه، وايه هي الطريقه اللي بنقدر نحافظ على الفضه من السواد. ويا رب اكون افدتكم، ولو حد عنده اي سؤال يكتبه في كومنت وانا هرد عليه على طول. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. شكرا.